السلام عليكم. ماشي وقت اللايف، لكن ما عندناش خيار واحد اخر، نبقاو ناضلو، نبقاو نتكلمو، نبقاو نوعيو في الناس، لان كما قلت دائما نقول للناس ما ديرش السياسه مقصوده، ودائما نعاود نقول من 62 ماشي مخليين الناس دير السياسه، والنتيجه راه هنا مستوى ضعيف. وعندنا غير تواصل، منصات التواصل الاجتماعي اللي نستعملوهم باش نجوزوا الرساله السياسيه نتاعنا. مالوريزمون ورانا نشوفوا في التواصل الاجتماعي مستوى ما كانش افكار سياسيه، ما كانش. دونك اوني اوبليجي دو بارلي اي دو ماتيريزي ان بو لو بوبل الى راه يسمع لنا. ان سول بارتيسيبون نبداو اللايف. دونك كما قلت مستوى ضعيف في التواصل الاجتماعي، وندير نداء للناس اللي راهي تناضل من اجل التغيير للشعب باش يستغلوا التواصل الاجتماعي ويوصلوا الرساله السياسيه او المطالب السياسيه اللي راه يطالب بها الشعب الجزائري، اللي منها الدوله الديمقراطيه، حريه التعبير، او جمهوريه جديده. دونك يفو كما قلت يوتيليزي لي ريزو سوسيو بور لو بيان دو بوبل اي بور لو بيان دو بيي، ما تبقاوش غير في التمسخير. واليوم نتكلم على موضوع اللي راه يدور في التواصل الاجتماعي على التخوين، وهذا خو بارجي وهذا ما نعرف واش، وتكلموا على الصحفي اللي استقبلوا رئيس في مناسبة عيد العالمي للصحافة، والناس راهي تتكلم خو بارجي وبياع وما نعرف واش. في أول بدأ الحراك تكلمنا وقلنا لازم ننظموا روحنا، لازم نديروا قيادة اللي تتكلم أو ترفع المطالب السياسية هنا في الداخل وفي الخارج، باش ما نبقاوش نخونوا في الناس، وباش ما نبقاوش نتكلموا على الناس هاي خو بارجي وهو ما نعرف واش. قلت لازم ننظموا أرواحنا، لازم قيادة اللي تتكلم باسم الحراك او باسم الثوره اللي دارها الشعب الجزائري، او باسم المطالب السياسيه نتاع الشعب الجزائري، باش نعرفوا وشكون عدونا وشكون حبيبنا. هكذا كل واحد يتكلم، وحنا لازم لنا ناس مثقفين اللي يوصلوا الرساله. هذا الصحفي جو بونس او نظن باللي استغل الفرصه، لانه هو صحفي سون فرونتيير بلا حدود، يعني صحفي نتاع الصحافه بلا حدود. بلا كانت عنده النيه باش يوصل الرساله نتاع الشعب للرئيس. بقاو يخونوا فيه وخو بارجي، لان ناس ماهمش باغيين التنظيم، ماهمش باغيين قياده سياسيه اللي تتكلم باسم المطالب تاع الشعب، باش يبقاو هما في الساحه السياسيه ويحتكروا الحراك لاغراض حزبويه او ايديولوجيه او مشروع نتاعهم. سي سامبل كوم بونجور. ils veulent pas s'organiser, ils veulent pas une représentation politique qui parle au nom du peuple et qui parle au nom des revendications du peuple algérien. ومن بعد يبقاو يخونوا. هذا يعني دوك، يعني لو كان تشوفوني نتكلم مع رئيس البلديه او رئيس الدائره او الوالي تاع بورا، قال بالخير خائن. وهذا يعني مقصوده بناس. رانا نشوفوا باش يقتلوا النخبه، باش يقتلوا كل واحد مثقف. هذا صحافي مثقف يقتلوه، لا باه يبانوا هما اللي ما عندهم حتى مستوى. رانا نشوفوا شكون اللي راكو شهروا فيهم في التواصل الاجتماعي، وفي فلان ما عنده حتى سياسه، ما عنده حتى برنامج سياسي، على ظهر المثقفين. حنا لازم هذو الناس يدخلوا، اللي يتكلم باسم المطالب واللي يقدر يوصل الرساله السياسيه تاع الشعب الجزائري، منها اطلاق سراح المساجين، منها الديمقراطيه، منها الحريه. هما المثقفين اللي عندهم حظوظ باش كلامهم يسمع. دي جورناليست، دي دكتور، دي شيرشور، دي سبورتيف، دي رياضيين مشهورين، فنانين. هذو هما اللي لازم ينخرطوا في الحراك او في المطالب الشعب الجزائري، لان هذا عندهم حظوظ باش يتلاقاو بمسؤولين اللي كما دائما نقول ما يكونش تغيير بدون نية النظام في التغيير. il n'y aura pas de changement sans consentement du pouvoir en place. ما يكونش تغيير لو كان ماشي هذا الرئيس او جماعه من النظام يقنعوا باللي لازم لنا التغيير، لازم لنا نروحوا
للديمقراطيه، نروحوا لحريه التعبير، نروحوا لمشاركه الشعب الجزائري في السياسه، وتكلمت على الامور هذا. دونك يا جماعه ما نبقاوش نخونوا في الناس، هذا خائن وهذا خو بارجي، وهذا الشعب الجزائري كاع داروا له سياسه خو بارجي من 62. هاو الشعب الجزائري كونوه باش يخدم النظام، باش يبيع على النظام، باش يكون خو بارجي. لكن لازم نضمر وحنا، لازم تمثيل سياسي جماعه. وهاني دائما نقول حان الوقت باش ديروا جماعه يتكلموا بمطالب الشعب، وثم اللي نزالق على مطالب الشعب نعرفوه باللي يخدم النظام او يخدم جهه اخرى. كل واحد يهضر. اعتقالات علاش راهم يعتقلوا؟ لان كل واحد يهضر. 40 مليون جزائري كل واحد يهضر، ومن بعد يقول لك انا ننتمي للحراك، هم رفدوني لان ما يعرفش يهضر، يمس امن الدوله ولا يمس الدوله الجزائريه، ولا ما يعرفش يشرح واش حب يهضر، او مطلب ما نعرف واش، يرفدوه يعتقلوه. لو كان كاين تنظيم ونتكلموا سياسيا ونتكلموا من المطالب السياسيه، ما كاينش واحد يعتقل او ندافعوا عليه. يعني لان كما قلت لازم تخيروا جماعه اللي يدوا المسؤوليه نتاعهم واش راه صاري في الجزائر. il faut une représentation politique qui prend en charge ou une responsabilité de ce qui se passe en Algérie. il faut des politiques. نبقاو هكذا كل واحد يتكلم، كل واحد، ومن بعد اللي يحب يوصل رساله للنظام يخونوه. خو بارجي شنو هذا العجب هذا؟ جورناليست اغتنم الفرصه، وانا قريت المنشور تاعو في تويتر واش غرد في التواصل الاجتماعي، قال انا قلت للرئيس باللي لازم حريه التعبير، لازم نطلقوا المساجين. اغتنم الفرصه في يوم العالمي للصحافه باش يمرر الرساله نتاعو للرئيس الحالي اللي راه يحكم في البلاد، بداوه في الفيسبوك. هذا خائن، هذا مخبرجي. احنا ماناش نلعبوا، احنا ماناش نلعبوا قضيه الجزائر يا جماعه. كاين ناس راهي تلعب نبالها سهله الامور. فوات سيريو، خليو الناس اللي دير سياسه دير سياسه، كل واحد يتكلم، كل واحد يتكلم. اللي يجي يحط في الفيسبوك وقلت باللي التواصل الاجتماعي الوسيله الوحيده اللي عندنا باش نمروا المطالب السياسيه نتاعنا، ولهذا لازم لنا دي جورناليست، لازم لنا فنانين، لازم لنا رياضيين مشهورين اللي عندهم الحظوظ باش يتكلموا، باش الكلام تاعهم يوصل. دونك ما نبقاوش نخونوا فلان ولا نخونوا، وهذا سي ا ديفو التنظيم. ما كاينش تنظيم، كل واحد يتكلم. لان لو كان كاين جماعه كما قلت بمشروع سياسي يتكلموا، حنا ما يكونش انزلاقات او تخوين او هذا خو بارجي، هذا منظم الامور. لكن الناس ما تقبلش باش يبقاو يخونوا في الناس، باش نبقاو نفس الهضره من 62. المشكل تاع الثورات اللي درناهم عدم التنظيم، انارشيكمون. خرجوا كل واحد يهضر، كل واحد يقول لك انا زعيم الحراك، وكل واحد يحب ينصر جهته ولا ينصر اللي يحبوا. هاو المشكل وراه. il faut s'organiser, il faut une représentation politique avec un projet politique. لازم مشروع سياسي ونديروا قوه سياسيه ونفرضوا روحنا في 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 في, 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 في ارض الواقع كما يقولوا، سو لو تيران. بور سولا لازم الناس تستعمل التواصل الاجتماعي في الصحيح. كاين ناس دير الصور تاعها ما نفهمش انا، ما هي رياضي باش يشهر، ما هي سياسي. يديروا التصور تاع عائلات ومن ما واش من رساله حبيت تعقبها كي دير التصورات تاعك هاك؟ واش من رساله؟ انا بالك ندير تصور وندير مناظر باش يعرفوني، باش يلقاوني في الطريق يسقسيوني على السياسه. جو في دو لا بوليتيك، شي اوبليجي باش نبين وجهي. استعملوا التواصل، ما عندناش حل واحد اخر الا التواصل الاجتماعي. دونك استعملوه في الصحيح في السياسه، ولازم ديروا سياسه ولازم تنظموا رواحكم. هذا واش حبيت نقول. دونك اديفو ما كاينش تنظيم، ما كاينش قياده اللي تتكلم بمطالب الشعب، نبقاو نخونوا في فلان، وكل واحد يقترب للنظام. ولازم نقتربوا للنظام، لازم نكومبوزيو مع النظام. ما عندناش حل واحد اخر، لازم نخدموا مع النظام باش نروحوا للمشروع تاعنا،
باش نفهموا. قلت باللي لازم نفهموا النظام هذا باللي حان الوقت باش الجزائر تروح الانفتاح، باش يخلونا نشاركوا في الحالات الاقتصاديه، في الحالات السياسيه، بالانتخابات حره، وتكلم في الامور كما هذه. حان الوقت. بور سولا عندنا غير التواصل الاجتماعي باش نوصلوا اكلامنا. هذا واش حبيت نقول. السلام عليكم. بارطاجيو اللي عنده بوسيبيليتي باه يبارطاجي.